دايما اما بنلاقي اي بنت مودها بيتغير بنقول الهرمونات هي السبب، خصوصا لو الموضوع ده حصل مع واحدة حامل. فبنهزر وبنقول فترة وتعدي وده دلع ستات نسير ويروح. بس ماذا لو ما كانش الموضوع ده دلع ولا حاجة، كانت الحامل دخلت في حالة اكتئاب حمل؟ كلنا بنعدي بفترات اكتئاب، مودنا بيتغير، بنشوف الدنيا بنضاره سودا، بنعتزل الناس لفترة ومش بنكون طايقين حتى نفسنا، فما بالك بقى باكتئاب مع الحمل. الحمل بشكل عام بيعمل تغييرات فسيولوجية في جسم الأم، غير الإرهاق والتعب المستمر، خصوصا لو كان الحمل صعب. كل ده بيتجمع مع عوامل تانية كتير، وتبدأ الحامل تفكر كان عليكي بإيه ده كله يا بنت الجبالي. تبدأ مرحلة التوتر والقلق، طب أنا هكون أم كويسة؟ لا أنا أكيد هقصر ومش هكون زي ماما، مش هعرف أربي الواد صح، طب هو هيحبني؟ طب هيسامحني لو ما كنتش أم مثالية؟ ومن هنا يبدأ الشعور بالذنب واليأس، فيبدأ الإحساس بالحزن وفقدان الشهية، ندخل في مرحلة سوء التغذية، فقدان الوزن، فيزيد الحزن أكتر، ومن هنا يكون حصل اكتئاب الحمل. طب اكتئاب الحمل ده بيأثر على الطفل. دايما في حالة الحمل بالذات لكل فعل من الأم بيكون ليها رد فعل على الطفل، بمعنى إن لو حصل اكتئاب الحمل بالفعل والموضوع اتطور ما اتعالجش، للأسف ده بيكون مؤشر لحاجات كتير زي الولادة المبكرة، وإن الجنين بيتولد بوزن قليل عن الطبيعي. بعد كل المصايب اللي بيسببها اكتئاب الحمل، هل في حل؟ خلينا متفقين على جملة إن دايما في حل. أول ما تلاقي نفسك داخل على اكتئاب الحمل اطلب المساعدة، كلمي دكتورك، اتكلمي مع جوزك ومامتك، المهم تتكلمي. اشغلي نفسك بالرياضة، ابدأي اعملي نظام صحي في الأكل وغيري في ستايل حياتك، انزلي مع أصحابك واقعدي مع عيلتك، ما تسيبيش نفسك لنفسك أبدا. افتكري دايما إنك مش لازم تكوني أم مثالية، المهم تكوني أم محبة ومهتمة بولادها، لأن المثالية بتختلف من شخص للتاني. ما تسيبيش نفسك لاكتئاب الحمل، لأنه ساعتها للأسف بتكوني معرضة كمان لاكتئاب ما بعد الولادة. ده اللي جاي في الفيديو اللي جاي. شكرا ليك.